السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله فيديو سريع كده عن تورتة سبايدر مان بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان إزاي تحولي تورتاية عادية خالص بورق التوبر لتورتاية احترافية. أول حاجة كده أنا معايا الكريمة عادي أنا ضربتها، وهنزل عليها كده بالألوان الأزرق والبنفسجي أو الموف، وهدي نقطة صغيرة كده من اللون الأخضر في النهاية. المهم إن أنا عايزة أطلع اللون الأزرق الزهري، وهنزل طبعا بالالوان ديت بالتدريج. انا هحطهم كده في كيس تلاجة وداير ما يدور كده، وهغلف بيها التورتايه من بره. الكريمه دي لكل كوب من الكريمه بودر بدون سكر كوبايه الا ربع من الميه المتلجه جدا، ممكن تضربي باللبن ومعلقتين من السكر او حسب الرغبه. يعني المهم ما تخليش الكريمه طريه قوي، لان الجو دلوقتي حر جدا وبالتالي ممكن تسيح منك، وخاصة لو انت واقفة في المطبخ. فانت واحدة واحدة كده هتضربي الكريمة وتنعميها بايدك بعد كده، وتضربيها كذا ضربة وتغلفيها، وبالاسباتيولا كده تعيني الزيادات بالشكل ده لغاية ما تستوي معاكي بسهولة وتبقى معاكي مدببة بالشكل ده. اهم حاجة تكوني صبورة وتاخدي وقتك خالص في تسوية الكيكة بحيث ان هي تطلع متساوية. كان عندي صاج كيكه انا قطعت منه بالقطاعه الدائريه 3 قطع، ولزقتهم ببعضيهم كده بكريمه قليله جدا بحيث ان هي تثبت معايا وما تروحش وتيجي، وغلفتها من بره بالكريمه البيضه. وخدت كريمه بسيطه خالص حطيت عليها اللون الاحمر، ما خمرتش اللون الاحمر ولا حاجه، وغلفتها بيها من بره، وبعدين حطيتها في الفريزر فشدت معايا. عايزه اقول لكم ان الكيكه الصغيره ديت خدت مجهود زياده شويه عن التورته الكبيره، يعني تعبتني جدا لان انت ما بتعرفيش تتحكمي فيها لانها صغيره خالص عن التورتايه الكبيره. ده شكلها النهائي. انا حطيتها بقى، وهستخدم البلبله المفرغه دي واعمل بيها كده دوائر كده صغيره من اللون الاحمر، واي نتوءات كده هتظهر معاكي انت بتضغطيها بايدك. وهعمل كده الاطار اللي تحت كله بالشكل ده للتورته القاعده. بعد ما خلصتها بقى كلها انا هجيب الكيكايه الصغيره، وبالمنظر دوت انا هحطها كده واثبتها على حرف التورتيه، مش هحطها في النص. هجيب كده كورنيه من ورق الزبده، واي جناش عندك شوكولاته هتعملي كده زي علامة الزائد، وترجعي تعملي خطوط تانية كده متساوية بحيث ان احنا نعمل شبكة العنكبوت بكل سهولة، سهلة جدا والتكنيك بتاعها بسيط. يعني التورتايه كلها سهلة جدا وبسيطة، يعني عبارة عن تورتايه عادية خالص بتغلفيها وبتجيبي الالوان بتاعتها زي ما اتفقنا، وبتعملي ليها زي كده تورتايه صغيره كده من فوق هتقلب لك التورتايه تماما. يعني حاجه بسيطه من فوق بتحولها لك من تورتايه عاديه لتورته احترافيه. ورق التوبر دوت انا بجيبه من عند حد بتاع مطبعه او بتاع دعايه واعلان، بيطبع لك الورقه تقريبا ب10 جنيه، يعني مش مكلفه خالص، وانت بتقصيه وبتفرغيه بالشكل ده. وبتعمليه طبعا سبايدر مان دوت حطيت في قلبيه اللي هي اعواد الشيش طاووق، وحطيت اللي هي قاعد ديت فوق القمة، والتانية طبعا حسيت ان الشيش طاووق مش واصلة لغاية تحت، فانا قصيت جزء منها لغاية ما غرسته بالشكل ده. ده برضو شبكة عنكبوت هحطها من الجناب. ولو عندك اسم مثلا للطفل اللي انت مثلا بتحتفلي بيه في عيد الميلاد بتحطيها برضو من فوق، او لو عندك عجينة السكر ممكن تكتبي الحروف بتاعته بعجينة السكر. ده الشكل النهائي للتورتايه بتاعتنا، هي بسيطة جدا وسهلة، بس ورق التوبر خلاها احترافية وشكلها جميل، وكمان الالوان بتاعتها مبهجة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.